طيب الله أوقاتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم بكل خير، أحييكم فيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. اختتام ورشة الموروثات الثقافية في عصب. مدرسة مساعدي التمريض تخرج 122 طالبا. حريق في ضواحي مدينة باروة يتسبب في أضرار بيئية. الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة البلاد. محادثات روسية وأوكرانية في أنقرة لإنهاء الحرب. واشنطن تعلن عن اتفاقية نووية مع الرياض خلال أشهر. السلام عليكم ورحمة الله. اختتمت يوم أمس 13 من إبريل ورشة عمل الموروثات الثقافية التي عقدت في مدينة عصب من 11 من إبريل تحت شعار النماء الثقافي شعاع تطورنا. وبحثت ورشة العمل 13 ورقة عمل حول التراث الثقافي المادي وإدارته وأساليب الأبحاث والتوثيق وتاريخ نهب وتدمير الموروثات الثقافية الإريترية ومضمون الموروث الثقافي غير المادي ومحتوى التراث الشفهي والمساكن الأثرية والأغاني التراثية للقوميات ودور المجتمع في الحفاظ على التراث وأساسيات عرض التراث والآثار. وكجزء من ورشة العمل الوطنية تم زيارة رحيتة بمديرية جنوب دنكالي التي تحفظ فيها الآثار والتراثيات الحضارية لمئات السنين، حيث قدم سلطان رحيتة السيد عبد القادر داود شرحا عن تاريخ السلطنة. وقال السلطان عبد القادر إن هناك مواقع تراثية وتقاليد ثقافية إريترية في المنطقة تتطلب المزيد من الاستكشاف والبحث لتكون مرجعا للأجيال. وتبادل مفوض الثقافة والرياضة سفير زمد تخلي وسلطان رحيتة عبد القادر داود الهدايا بهذه المناسبة. وفي كلمته في حفل الختام الذي حضره حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي وقائد القيادة الشرقية العميد إبراهام عندوم، قال السفير زمد تخلي إن الخبرة والمعرفة المكتسبة من ورشة العمل كانت كبيرة رغم أنها الأولى من نوعها، وشكر إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر على مساهمتها. خرجت مدرسة بلاس لمساعدي التمريض في حقات 122 طالبا في 12 من إبريل بمستوى الشهادة. وكذا مدير المدرسة الأستاذ قبر برهان بتقرقيش إن الخريجين وهم من منتسبي الدفعة 34 من الخدمة الوطنية أكملوا بنجاح تدريبهم العملي في المستشفيات والمؤسسات الصحية في بارنت ودك أمحري وكرن ومندفر وتسني، موصيا إياهم بتعميق معرفتهم وخبراتهم المهنية في العمل. وذكر مسؤول مستشفى قلاس العسكري المركزي المقدم رأية هيمانوت إن مهنة الطب تتطلب الضمير والأخلاق والصبر والمعرفة، معربا عن أمله أن يخدم الخريجون وطنهم وشعبهم بكل تفان وإخلاص. وأكدت ممثلة الخريجين استعدادهم لخدمة أبناء شعبهم في المجال الذي تخرجوا فيه. وحضر مراسم التخريج قائد الجيش الشعبي العميد تخلى لبسو ورئيس أركان الجيش الشعبي العميد ميكائيل هنس والمدير التنفيذي لمعهد التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هيلا محسون. وتشير الأنباء الواردة أن مدرسة قلاس لمساعدي التمريض التي بدأت عملها في فبراير من عام 2013 تخرج مساعدي التمريض للمرة الخامسة هذا العام، وقد تخرج منها حتى الآن 436 طالبا بما في ذلك 188 طالبة. نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية ل 42 من منتسبي قسم الموارد ورفع الإيرادات من كافة مناطق إقليم شمال البحر الأحمر بمدينة مصوعة. وفي الحفل الذي يقيم يوم 11 من إبريل وضح أن التدريب ركز على إدارة الوثائق والعمليات المالية والتوثيق ومراقبة الأصول، بالإضافة إلى تعليمات العمل المحدثة بهدف تنمية الموارد البشرية للوزارة وفروعها. وحث مدير عام إدارة الزراعة والأراضي بإدارة إقليم شمال البحر الأحمر السيد ميكائيل تكيئه حث الخريجين على تطبيق التدريب النظري والعملي الذي تلقوه ومساهمتهم في تحسين الأداء العملي. وأشار مسؤول قسم الإدارة والمالية في وزارة الزراعة السيد إفريم كفلو
إلى أن تنمية الموارد البشرية بشكل عام وبناء قدرات الأعضاء المشاركين في توليد الدخل بشكل خاص تحظى باهتمام كبير، موصيا الخريجين للمساهمة في تحسين وضع المجتمع المعيشي. وأشادت ممثلة الخريجين بالدور النظرية والعملية التي تلقوها، مؤكدة أنهم سيستفيدون مما تلقوه في خدمة المجتمع. جرت انتخابات المدراء الإداريين والتنفيذيين والعيان في 14 إدارة ضاحية بمديرية أفعبت في الفترة من 4 وحتى 11 من إبريل الجاري، وتم انتخاب 28 مديرا إداريا وتنفيذيا، من بينهم 5 نساء بالإضافة إلى 123 من أعيان القرى. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية أن حملات التوعية التي نظمت مسبقا ساهمت في وعي المواطنين وإنجاح سير العملية الانتخابية. نظم قسم الثقافة والرياضة بالإقليم الجنوبي دورة تدريبية حول الإدارة المالية وإدارة الموارد ل 38 عضوا من أعضاء القسم في الفترة من 8 وحتى 10 من إبريل الجاري بمدينة مندفرة. وركز التدريب بشكل أساسي على المبادئ التوجيهية التي يجب اتباعها لجمع الإيرادات المالية الرياضية، ويتضمن عوامل تتعلق بالمبادئ التوجيهية والقوانين المالية. وتم التوضيح أن الأنشطة الرياضية تتم بمساهمة وتمويل المجتمع، وبالتالي يجب جمع الإيرادات من المواطنين والمؤسسات واستخدامها بشكل صحيح وفعال. وذكر مسؤول فرع مفوضية الرياضة في الإقليم الجنوبي السيد هيلماريام جبر مدهن أن التدريب سيساعد على ضمان الممارسات السليمة في التعامل مع الإيرادات المالية وإدارتها والمحافظة على الممتلكات الرياضية. وأضاف مدير عام قسم الثقافة والرياضة في إدارة الإقليم السيد إبراهيم يوهنس إن العمل يجري لضمان استدامة الإيرادات التي يتم جمعها للاستخدام الرياضي في الإقليم، وحث المتدربين على إدراك أهمية ودور الدروس التي يتعلموها وتطبيقها عمليا. اندلع حريق غابات في ساعات ما بعد الظهر من يوم أمس 13 من إبريل في ضاحية مسلام بمديرية دباروة. وأفاد مدير ضاحية مسلام السيد كدان برهي أن الحريق الذي اندلع في محمية أنبا مكونات دفعته الرياح القوية لينتشر مداه إلى حوالي 10 هكتارات، وتسبب في أضرار بليغة في المراعي والغابات، وإنه تمت السيطرة على الحريق بمشاركة المواطنين ووحدة إطفاء الحرائق. وذكر إنه تجري تحقيقات حول مسببات هذا الحادث، لكنه يعتقد أن السبب من المحتمل أن يكون فضلات من الرماد أو السجائر. وأشار قائد مركز شرطة مديرية دبارو النقيب براخي تخل مريم إلى أن حوادث مماثلة وقعت 3 مرات هذا العام، خاصة في الجبال، بسبب الإهمال والسلوكيات غير المسؤولة، وإن الشرطة لا تزال تحقق في ملابسات الأحداث. وأشاد النقيب براخي بالاستجابة والتدخل الفعال الذي قام به الأهالي بشكل عام والشباب بشكل خاص للسيطرة على الحريق. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. وأوضح بارو أن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف 3 جزائريين في فرنسا، قائلا في تصريح مكتوب وجه إلى صحفيين: أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا. ويأتي هذا الحدث في سياق احتجاج الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت. وأكدت الخارجية الجزائرية أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي. يعقد اجتماع يومي 15 و16 من إبريل في مقر قيادة القوات البحرية للحفاظ على السلام في البحر الأسود في أعقاب وقف إطلاق النار المحتمل بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا. وذكرت قناة CNN ترك نقلا عن وزارة الدفاع التركية
أن المفاوضات بين موسكو وكييف بشأن سلامة الملاحة في البحر الأسود ستعقد يومي 15 و16 من إبريل الحالي في أنقرة. وستعقد المفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا بشأن الأمن في البحر الأسود في مقر البحرية التركية في أنقرة. وفي حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول نهاية الشهر قد يلجأ ترامب إلى فرض عقوبات إضافية على روسيا، سواء عبر سلطاته التنفيذية أو من خلال طلب تشريع جديد من الكونغرس، حسب ما أفاد مصدر مطلع لموقع أكسيوس. أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن بلاده والسعودية تعتزمان خلال أشهر توقيع اتفاقية للتعاون في تطوير برنامج نووي مدني بالمملكة. وقالت قناة الإخبارية السعودية أن رايت أعلن من الرياض عن التجهيز لاتفاقية بين السعودية والولايات المتحدة في المجال النووي ستعلن تفاصيلها هذا العام. وأضاف رايت في تصريحات للصحفيين أن البلدين سيوقعان اتفاقية أولية للتعاون في تطوير برنامج نووي مدني في المملكة. فيما صرح رايت في مقابلة مع قناة العربية السعودية بأن الولايات المتحدة تقترب من شراكة طاقة تاريخية مع السعودية قد تمهد الطريق لتطوير الطاقة النووية التجارية في المملكة. تواصل السلطات التشيكية والسلوفاكية فرض إجراءات صارمة بما في ذلك تفتيش الشاحنات على الحدود لمنع انتشار مرض الحمى القلعية شديد العدوى بين الماشية، وسط مخاوف من انتقال الفيروس عبر الأسطح البشرية والمركبات. وتواصل السلطات التشيكية عمليات تفتيش الشاحنات على حدودها مع سلوفاكيا للأسبوع الثالث على التوالي، مع استمرار القلق من انتشار وباء الحمى القلعية في المنطقة. وأوضح أن ذلك يشمل الإطارات والسيارات بالإضافة إلى نعال الأحذية والغذاء الملوث. وكانت سلوفاكيا قد أعلنت حالة الطوارئ نهاية شهر مارس المنصرم لمكافحة انتشار مرض الحمى القلعية، وذلك بعد تسجيل 3 حالات إصابة في مزارع منفصلة. في الختام سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. اختتام ورشة الموروثات الثقافية في عصب. مدرسة مساعدي التمريض تخرج 122 طالبا. حريق في ضواحي مدينة باروة يتسبب في أضرار بيئية. الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة البلاد. محادثات روسية أوكرانية في أنقرة لإنهاء الحرب. وواشنطن تعلن عن اتفاقية نووية مع الرياض خلال أشهر. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.